تخيل تصحى من النوم تلاقي نفسك في سفينة عملاقة، وتكتشف إنك ظابط ومطلوب منك تحقق في اختفاء عيانة من مصحة نفسية. أهو ده بالظبط اللي حصل مع تيدي من فيلم شاتر ايلاند. يلا نحلل الفيلم. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? قصة الفيلم بتحكي عن محقق اسمه تيدي دانييلز بيطلع مع زميله لجزيرة معزولة اسمها شاتر ايلاند عشان يحقق في اختفاء مريضة نفسية من مستشفى في الجزيرة الغامضة دي. وكل ما تيدي بيقرب من الحقيقة الدنيا بتتلخبط والشكوك بتزيد. هل هو فعلا بيكشف لغز ولا في حاجة أعمق من كده؟ أول مشهد مهم معانا هو المشهد الافتتاحي على السفينة. بنشوف تيدي وهو بيحاول يتمالك نفسه في السفينة، ودايما بيقول كلمة دوخة المية. ده بيوضح إنه قلقان، وكمان بيدي إيحاء إنه مش داخل تحقيق عادي، ده داخل على عذاب داخلي. ده مشهد بيمهد للانفصال بين الواقع والوهم. وهنلاحظ إن البدلة واسعة عليه بشكل مش طبيعي، عكس زميله تشاك اللي البدلة متفصلة على مقاسه. وهنلاحظ طول الفيلم إن هو مبيحبش يشوف المية خالص. تاني مشهد مهم معانا المشهد اللي بيوصل فيه تيدي وتشاك للجزيرة، وتيدي بيقول لتشاك إن الأسلاك دي بتكهرب، فبيقول له عرفت منين؟ فبيقول له شفت زيها قبل كده. وطبعا الحراسة مشددة بشكل عجيب كأنهم داخلين سجن مش مصحة. ولما بيطلبوا منهم يسلموا أسلحتهم بنشوف تشاك المساعد بيطلع المسدس بشكل سيء جدا، كأنه معملش كده قبل كده، كأنه مش ظابط أصلا. ده بيخليك كمشاهد تشك في طبيعة المكان. العيانين بيبصوا لتيدي بابتسامة كده كأنهم شافوه قبل كده، وكأن كل الموجودين عارفين حاجة تيدي مش عارفها. تالت مشهد مهم معانا هو أول لقاء مع الدكتور كولي، وبيكون هادي جدا زيادة عن اللزوم. أسلوبه في الكلام عجيب، وبيوضح اختفاء العيانة بشكل مش منطقي. تحس إن كلهم بيمثلوا مسرحية قدام تيدي، وده بيعكس الغموض اللي هيمشي معاك في باقي الفيلم كله. بعدها بنلاحظ إن الضباط اللي مسؤولين عن اختفاء العيانة وبيبحثوا عنها قاعدين كأنهم بيضيعوا وقت وخلاص، كأنهم بيمثلوا مشهد على حد، لكن هما مش في دماغهم حاجة ومفيش عيانة أصلا اختفت، كأنهم بيمثلوا بس. حتى اللي شغالين في المصحة لما تيدي بيستجوب طاقم المصحة بيلاحظ إنهم بيجاوبوا بلا مبالاة ومش مهتمين، ولا في دماغهم أصلا، ولا كأن في عيانة اختفت ولا حاجة، كأنهم قاعدين غصب عنهم عشان يمثلوا مشهد معين بس. نيجي بقى لمشهد استجواب العيانين اللي مليان تفاصيل. خلي بالك تشاك المساعد بتاعه مفيش جنبه حد، لكن تيدي في جنبه حد علشان لو عمل حاجة غلط. زيه زي العيانين كلهم جنبهم حارس واقف جنبهم. وبنشوف ان كل ما حد يقول على العيانة اللي اختفت انها مجنونة وقتلت عيالها وتستحق الموت، تيدي بيتعصب كأنها بنت خالته. وبنلاحظ ان العيانة في المشهد ده بتمسك كوباية المية، بس بتطلع ماسكة الهوا. وهنا تيدي مش قابل يشوف المية حتى في الكوباية. وهنا بنتأكد إن عنده مشكلة مع المية، وهنفهم ليه في نهاية الفيلم. نيجي لمشهد الكشف عن الجناح سي. تيدي بيحاول يدخل جناح سي الممنوع، وهناك بيلاقي سجين اسمه نويس بيكلمه كأنه صاحبه وبيقوله انت ناسي؟ مش انت اللي كنت هنا؟ الجملة دي لوحدها كفيلة تقلب الفيلم كله، لأنها بتلمح ليك إن تيدي نفسه كان نزيل قبل كده. وكمان نويز بيقول لتيدي إنهم بيعملوا عمليات مش قانونية على العيانين، وإنه لازم يكشف حقيقتهم. وبنلاحظ إن المشهد ده مفيهوش مية، بالعكس فيه ولعة وفيه نار. وما تقلقش هفهمك كل حاجة في النهاية. نيجي للمشهد اللي تيدي بيقابل فيه العيانة اللي اختفت في الكهف، وبتقوله إن الأطباء بيغسلوا دماغ الناس، وإنهم بيخلوهم مجانين عشان يسهل عليهم التحكم فيهم. ده مشهد خادع، لأن دي لحظة تيدي بيخدع فيها نفسه، وهم إن فيه مؤامرة ضده عشان ما يعترفش إن هو نفسه جزء من المصحة. وهنا بتتجلى فكرة الهروب من الذنب باختراع قصة بديلة. وهتاخد بالك إن المشهد ده كله ولعة ونار زي المشهد اللي فات، وهفهمك ليه في النهاية. نيجي للنهاية الصادمة بتاعة الفيلم لما الدكتور كولي بيواجه تيدي بالحقيقة، وإن اسمه الحقيقي أندروليدس مش تيدي ولا حاجة. وده كله علاج نفسي بيسموه اللعب بالتمثيل. كانوا بيمثلوا عليه كل ده علشان يخلوه يقتنع بالذنب اللي هو عمله، اللي هو مألف كل القصص دي كلها عشان ما يقولش الذنب اللي هو عمله.
وده غصب عنه لأن هو عيان في المستشفى أصلا، مش محقق ولا حاجة. وهنا بنوضح الاختلاف ما بين تقبل الذات وتحمل المسؤولية وما بين العيشة في الكذب والتأليف. ونويس اللي قبله ده أصلا كان نزيل معاه في المصحة، بس اتخانقوا مع بعض، عشان كده حطوا نويس في الجناح سي. يعني كل اللي هو شافه في المشهد ده كان متهيأله بس. وبنكتشف ان الحقيقة ان تيدي اللي هو اندرو ليديس هو اللي قتل زوجته بعد ما قتلت عياله التلاتة وحدفتهم في المية. عشان كده هو ما كانش بيحب يشوف المية طول الفيلم، وبسبب الصدمة دي خلق لنفسه قصة وهمية انه لسه ظابط وبيحقق في قضية واحدة قتلت عيالها. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? الجملة دي بتقول انه فهم كل حاجة، لكنه عايز يعود للوهم، عايز يموت اندرو ليديس تاني، لان الحياة وهو فاكر الحقيقة اسوأ من الموت. الخلاصة، تيدي شخصية مش بتعاني من وهد نفسي بس، لكن من هروب كامل من الذات، من الذنب ومن المسؤولية. شخصية بتعكس فكرة الفيلم، العقل ممكن يدمر الواقع بالكامل عشان يخلص الإنسان من الألم. بطل الفيلم عانى من صدمات نفسية ضخمة لحد ما عقله عمل حماية لنفسه، واخترع شخصية جديدة اسمها تيدي وعاش جواها. الشخصية دي محاولة لتبرئة نفسه من الذنب اللي عمله. تيدي اللي في خياله إنه محقق جاي يبحث عن عيانة اختفت، وبيواجه تحدي ضخم داخل المصحة النفسية. لاحظ حتى القصة اللي ألفها طالع فيها بطل، وكأنه عايز يعوض فشله ببطولة وهمية. المخيف إنه مش مجنون عادي، هو واعي، حتى بيفصل ما بين الكذب والحقيقة، ومع ذلك بيبني ماضي وهمي وبيحط عليه مشاهد حقيقية حصلت له زي موت زوجته، وبيحطها في قالب مختلف يخدم القصة الخيالية بتاعته، زي ما يكون بيعمل فيلم لنفسه وحاطط نفسه البطل. وده يخليك تسأل، احنا عملنا كده قبل كده ولا لأ؟ طول الفيلم المخرج سكورسيزي كان بيدينا علامات ان في حاجة غلط، وان تيدي بيعمل حاجات مش طبيعية، كأنه هو اللي محتاج علاج مش محقق. بيشك في الناس على طول، عنيف، عنده نوبات هلاوس، وبيتأثر بالمشاعر بشكل مش متزن. كل ده بيدل ان القصة دي مش ماشية بمنطق محقق، لكن ماشية بمنطق شخص بيحاول يتعالج. وبالمناسبة، المحقق تشيك هو كان الدكتور النفسي بتاعه، بس كان بيمثل عليه. عشان كده في المشاهد اللي شفناها لما ما كانش بيطلع مسدس عدل، ولما كان قاعد ومفيش حد واقف جنبه، وكل المشاهد دي كانت موجودة قاصد عشان يقولك من الأول إن ده مش المحقق ولا حاجة، ده الدكتور النفساني بتاعه. تعالوا نقول كل حاجة في الفيلم كانت بترمز لإيه. المية، المية بتساوي الحقيقة. المية في الفيلم دايما بتيجي وقت الصدمة أو الحقيقة اللي بطل الفيلم مش عايزها. أولاده ماتوا فيها، فالمية بقت رمز مؤلم جدا، وده بيبان بوضوح لما بيشوف حلم زوجته وهي بتقوله أولادنا لسه في مكان فيه مية. ده عقله بيقوله الحقيقة، بس هو مش عايز يواجهها. كل ما بيشوف المية قدامه بيقلق. حتى البحر في بداية الفيلم كان بيخنقه، كأن دي بوابة الألم. في الهلاوس، المية دايما موجودة حوالين أولاده أو زوجته. المية هي اللي خنقته وبتخنقه تاني وهو مش بيحاول يواجهها. الرمز هنا واضح، المية بتساوي الحقيقة اللي عقل تيدي مش عايز يستوعبها. تاني حاجة هي النوع، بتساوي الخيال. النوع هي رمز للوهم والكذب. لما تيدي بيحلم بزوجته وهم قاعدين في البيت والبيت بيولع، هي مش بتتأذي ومش بيحصلها حاجة. ليه؟ لأن ده خيال، وهم، كدبة صنعها عقله. والنوع بقت رمز للذكريات المزيفة. لما بيتكلم مع نويس في الجناح سي، وبتكون في شمعة مولعة وكلامهم كله بيحصل حوالينها، كأن كل دي تخيلات ملهاش وجود. تالت حاجة الأسماء في الفيلم. اسم إدوارد دانييلز هو إعادة ترتيب لحروف أندروليدس، واسم ريتشارد سولاندو العيانة اللي اختفت هو إعادة ترتيب لحروف دروهيس زوجته اللي ماتت. يعني حتى الأسامي مش حقيقية، ده هو مألفها بعد ما عكس الحروف بتاعت الأسامي الحقيقية اللي كانت ليه ولزوجته. طب الفيلم عايز يقولك ايه؟ الفيلم عايز يقولك ان احيانا الناس بتهرب من الحقيقة لانها مؤلمة جدا لدرجة مستحيل يتحملوها. الفيلم بيقولنا ازاي الانسان ممكن يخلق قصة كاملة يعيش فيها عشان يتجنب الحقيقة، بس طبعا القصة دي بتكون كدبة، وده مش بعيد عن حياتنا. في ناس في الحقيقة بتعمل كده، وبالتالي ما تعملش كده وواجه الألم بنفسك.
ولو هنلخص الفيلم كله في جملة واحدة هتبقى الجملة دي: أحيانا العالم بيكدب علينا، مش عشان يحمينا من العالم لكن عشان يحمينا من نفسنا. أنا كده خلصت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة واستنى الفيديو الجاي. سلام.